جيت تاني مرة للفيديو ده لان انا بعيد تصويره تاني، وده الفيديو الاكثر طلبا وهو دليلك للموف اون. اول حاجة، اول واهم حاجة، لازم دماغك تفرق ما بين الحاجات الشخصية اللي انا بنيتها في دماغي عن الشخص ده والحاجات اللي اكشلي او الحاجات اللي فعلا كان الشخص ده بيعملها. دماغنا لما بتكون بتحب حد بتحاول تخلينا نتصور حاجات كان ممكن يعملها علشان ما نبقاش زعلانين او متضايقين من الواقع ان الحاجات دي فعلا ما بتحصلش. يعني الواحد دايما في ريليشن شيب بيبقى على امل ان هو الشخص ده باذن الله هيبقى كويس، الشخص ده هيعمل الشيء الفلاني، الشخص ده لما يشوفني ببذل مجهود هيبذل كمان هو مجهود، لما يشوفني بجيب 1 و2 و3 وبعمل 1 و2 3 هو كمان هيعمل 1 2 3. بس ده عمره ما بيحصل. اللي عايز حاجة بيعملها، ومعنى ان حد ما عملش حاجة ان هو ما كانش عايز يعملها. تاني، لو الشخص اللي قدامكم ما عملش الحاجة يبقى ما كانش عايز يعملها، لو عملها يبقى عايز يعملها وفول ستوب. فدماغي لازم تفرق ما بين الحاجات اللي الشخص ده فعلا كان بيعملها والأذية اللي كان بيأذيهاني فعلا، ومش لازم أذية، ممكن يكون مجرد ان الشخص ده كان شايفين ان في مجهود معين المفروض يبذله وهو ما كانش بيعمله، سواء في حياته العمليه، سواء في حياتنا العاطفيه، سواء الكوميونيكيشن ان احنا مش قادرين نكوميونيكيت مع بعض. الكلام ده كله سيان، الكلام ده كله واحد. الشخص لو عايز يعمل حاجه بيعملها، طالما ما عملهاش يبقى ما كانش عايز يعملها وبس كده. تاني حاجه لازم نموف اون منها، مش الميموريز اللي كانت عندنا، مش الاماكن اللي رحناها والشوارع اللي احنا مشينا فيها والحاجة، لا، الحاجات اللي كانت في دماغنا اللي احنا كان بيتهيأ لنا الشخص ده هيعملها في يوم من الايام، او ان احنا هنوصل للمرحله دي، او بتخيل بيتنا، او لما نتجوز، او يوم الفرح، او الحته دي هي دي اللي احنا لازم نموف اون منها، مش الذكريات اللي احنا بنعملها ما بتبقاش يعني بتبقى حلوه وجميله، وعامه دماغنا بتجمل الذكريات اكتر من الواقع اللي كان فيها. عايزاكوا لما تفتكروا ميموري تقعدوا كده مع نفسكم وتشوفوا اللي حصل فعلا اليوم ده بجد مش ازاي، لان انا عارفه ان دماغ البني ادم بتسوحه وبتخليه يفتكر ان الحاجات دي احلى بكتير من الواقع، هو الواقع اللي اكشلي حصل. تاني حاجه، فعلا تقعد مع نفسك تقنع نفسك ان هو خلاص مفيش امل، that's it، مفيش بعد كده. يعني الاوهام اللي في دماغي او الاحلام اللي كانت في دماغي دي مش هتحصل لاي سبب كان، مادي، معنوي، كفايه بقى، انا زهقت من الاصوات اللي بره دي، عاطفي، ايا كان، طالما الريليشن شيب دي ما كملتش يبقى الاحلام والطموحات اللي في دماغي دي لازم اوقفها. والبني ادم بيفضل مش عارف يموف اون عشان عنده امل. الامل ده وانس بتقولي لنفسك ان انا الامل ده خلاص مفيش في دماغي وات اف، ماذا لو صحيت كلمني، ماذا لو بعتلي تكست، وات اف صحي من النوم وحس انه بيحبني، ليه انا اموف اون قبل ما هو يعمل حاجه زي كده؟ هو ده مش هيحصل، ولو حصل يبقى الشخص ده مجنون. استناكي لحد ما بذلتي كل طاقتك وبقيتي ما عندكيش اي طاقه، او انت بذلت كل طاقتك وما بقاش عندك طاقه للموضوع، وفاق بقى وصحي وقال ان هو خلاص هو كده النهارده بيحبك. هل انت تستحقي كده؟ يعني انت لازم تبذل وانت لازم تبقي خلاص ما فيكيش طاقه علشان اللي قدامك يريلايز ان هو بيحبك؟ لازم الهوب او الامل اللي عندي ان الحاجه دي تحصل وتكمل، او الشخص اللي قدامي يصحى ويغير رايه عني. انتوا فاهمين احنا حاطين نفسنا في انهي حته؟ يا رب يصحى من النوم في يوم من الايام ويغير رايه. انا ليه حاطه نفسي في هذا الوضع الذليل يعني عنه؟ الواحد يستحق احسن من كده بكتير. انت او انتي تستحقوا ان الانسان اللي معاكوا يبقى 100% شور او 100% واثق من مشاعره اتجاهكوا، وواثق من الخطوات اللي هو عايز ياخدها اتجاهكم. شخص كويس انت عايزاه يبقى جوزك او الانسانه الكويسه اللي انت عايزاه تبقى مراتك مش هيحطك في وضع يخليك تسأل انا كويس ولا لا، او هل انا استحق ولا لا، استحق الحب، استحق حياه كويسه ولا لا. الانسان اللي بيحبك مش هيحطك في هذا السيناريو. وانس اللي قدامك يقولك انا مش عايز اكمل، هو ده الكلوجر، هو وصل مع نفسه وهانت عليه ان هو يقول هو مش عايز يكمل، او هان عليه ان هو يعاملك باسلوب يخليك تحس انك قليل، او هان عليه انك تحس انك you're not worth it. انا مش عارفه اشرحها لكم غير كده ازاي. طالما انا هنت على حد خلاص فعلا اهون عليك
تهون عليا. يبقى اول حاجه مفيش مجهود هحطه هيخلي اللي قدامه يغير رايه ويحبني. تاني حاجه لازم اقطع فكره الهوب او الامل اللي عندي ان اللي قدامي يغير رايه عني او ان هو يرجع يحبني تاني، لان كده انا بجد بجد بذل نفسي اللي قدامي. تالت حاجه بقى مفيش حاجه اسمها كلوجر، مفيش حاجه اسمها اللقاء الاخير، مفيش حاجه اسمها هننزل نتكلم علشان كل واحد يعرف هو رايح فين وهيعمل ايه. closure is a lie، ومفيش حاجه اسمها ختام الموضوع، مفيش. الكلوجر بالنسبه لي هو ان انا هنت على اللي قدامي صحي قال انا عايز ما كملش او انا عايز اسيبك، هو ده، هي دي الكلوجر بتاعي. خلاص كلامك كتير ويلا ننزل، طب يلا نتكلم في الموضوع، طب يلا ننزل نزولة أخيرة، ده بالنسبة لي أنا ببقى شايفة ان الموضوع ده تطويل بجد، إهانة ليكي، especially لو انت بنت. هل أنا بقول ان احنا ما نتمسكش ببعض وما نحبش بعض وما نبذلش مجهود وي لا، نبذل مجهود واتمسك باللي قدامي واعمله اللي ما يتعملش. لو هو بيقدرني، لو هو مش مقدرني صفر، مش هعمل اي حاجه. بس الدنيا فيها ناس كتيره قوي، والله، ومحدش يستحق من نفسه ان هو يحط نفسه في الموقف ده ابدا يعني. واخر بوينت في دماغي دلوقتي ممكن افتكر حاجه كمان، لازم تعرفي ولازم تعرف مقامك والحاجه اللي انت تستحقها، وتسال نفسك مليون مره هل انا استحق كده؟ انا اللي بشتغل على نفسي، انا اللي كل يوم بصحى وبيبقى عندي مليون حاجة اعملها واتعلمت وخلصت تعليم وخدت شهادتي وبعرف اسوق وبروح الجيم او بنزل كل يوم اسعى او بعمل كذا او بعمل كذا، هل انا في الاخر استحق المعاملة دي؟ هل انا شايفة ان الشخص ده هو جوزي، او انت شايف البنت دي هي مراتك؟ انت شايفة ان المعاملة دي، او انت شايفة ان المعاملة دي هو ده اللي انت تستحقيه؟ هو ده انت هتحبي ان باباكي يشوفك في الوضع ده وانت اللي قدامك بيقلل منك بهذا الشكل؟ ما اعتقدش. لازم نشتغل قوي 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 مع بعض على الواحد يدرك ايه اللي هو يستحق. انت وانس تحس ان ده اقل من اللي انت تستحقه تمشي. بس كده. قولولي عايزين نتكلم على ايه في الفيديو اللي جاي، واشوفكم الجمعة الجاية.